هرت كل يوم بقى. وهنعمل ايه وهنسوي ايه؟ قلنا بقى نعمل شوية مكرونة وشوية بانيه زي العسل كده وشوية سلطة، حاجة كده ايه خفيفة وحلوة. مكرونة متحمرة يا حباب قلبي. جبت بقى ايه؟ بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. حبايبي مش تنسوني في اللايك، واعملوا اشتراك بالقناة، فعلوا جرس الاشعارات عشان كل وصفة من وصفاتي. مطبخي مطبخ هناء عبده يا حبايبي، كل متابعين هناء عبده. معايا هنا صدر فرخة. فرخة كانت كبيرة حوالي 2 كيلو او 2 كيلو ونص كده. الصدر بسم الله ما شاء الله طلع بتاع نص كيلو وزيادة اكتر. هنعمله كده، هنقطعه تقطيعة حلوة كده خفيفة. تمام. وبعد ما نقطعه هنعمل بقى شوية مكرونة جنبيه كده وهنتبله. كلكم عارفين يعني طبعا وحبايبي واخواتي، بس الهدف ان انتوا تشاركوا الفيديو معايا كده وتحطوا اللايك وتشاهدوا الفيديو. حبايب قلبي صلوا على الحبيب كده عشان قلبكم طيب. تسلموا لي حبايبي واخواتي وكل متابعيني برا مصر وجوه مصر، انا بحبكم في الله. بصوا بقى قطعنا كمية البانيه كده زي ما شفتوا. صدر الفرخة قطعته شرايح خفيفة كده. معانا بقى هنا حطيت شوية فلفل اسود وشوية ملح صغيرين، شوية شطة. نعمل حساب ان تتبيلة الفيجيتار عليها ملح، وانا على البقسماط اللي انا عاملاه وشوية كمون صغيرة، كمون حبة صغيرين بين صوابعنا كمون، وبرضك شوية ملح صغيرين ما نكترش علشان البقسماط اللي انا عاملاه فيه ملح، والفيجيتار اللي هو معمول ده فيه ملح اللي هو الجاهز ده. هنا بقى البصلة انا بقطعها رفيعة جدا كأنها مبشورة، بصلة صغيرة خالص كده يا حباب قلبي، عشان نتبل بيها الفراخ ونسيبها ساعتين كده جوه التلاجة ونطلعها ايه تشتغل فيها على طول. بص انا بوريكم البصلة يعني كأنها مبشورة، انا بقطعها تقطيعة كأنها مبشورة. يا ريت لو عجبكم الفيديو يا حبايبي ما تبخوش مش تبخلوا عليا باللايك، عشان اللايك بيرفع الفيديو يا حبايب قلبي. يا ريت كده تحطوا اللايك وتعملوا اشتراك بالقناة، يشرفني ويسعدني دخولكم ليا في القناة واشتراككم في القناة يا حبايب قلبي. بصوا بقى كده احنا بنقلب البصلة مع الملح مع الشطة مع الفلفل الاسود وشوية كمون صغيرين خالص، نقلبهم مع بعض ونزود كمان شوية فلفل اسود. تمام. ونسيبهم كده على جنب لحد ما يتبلوا كده، ياخدوا الطعم بتاع الفلفل الاسود والبصل كده يا حبايب قلبي اهوت. بسم الله ما شاء الله، حاجة كده من الاخر عسل. تعالوا بقى نعمل البقسماط. معانا كيسين فيجيتار حسب الكمية اللي انت هتعملوها يا حبايبي، ده بتاع نص كيلو صدور فراخ، نص كيلو او يزيد شوية صغيرة. خدت كيسين من الفيجيتار وهنفضي عليهم شوية من البقسماط اللي انا عاملاه في البيت، كنت عملته فيديو معاكم. البقسماط دي يا حبايبي انا عملته فيديو معاكم على القناة. هنحط الكيسين الفيجيتار في الطبق، وهناخد 3 معالق ولا معلقتين من اللي هو البقسماط اللي انا عاملاه، يعني بيزود الخلطة وبيخليها جميلة جدا واقتصادي وحلو يا حبايبي. انا كنت عاملة كيلو من الدقيق بقسماط وعملته فيديو معاكم، اللي هو الاصفر اللي انا حطيت منه معلقتين ده. تمام. ده بيزود الخلطة ويبقى معانا ايه واقتصادي وجميل كده. هنزود شوية شطة وشوية فلفل اسود صغيرين خالص بردك، ونقلب بقى كل العسل ده كده. ولو عندكم شوية كركم، الكركم بيدي لون حلو للفراخ، او احط شوية صغيرين كده خالص على الخلطة. وهنقلب كله مع بعضه كده مع بعضه يا حباب قلبي لحد ما يختلط مع بعضه. الملح الفلفل الاسود والحاجة ديت يختلطوا ببعض. تمام. صلوا على النبي كده واذكروا الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الصلاة على الحبيب مسك وطيب. مساكم معطر أو صباحكم معطر بذكر الله في أي وقت تفتحوا فيه الفيديو سواء الصبح أو بالليل. معانا المكرونة مكرونة تحمير يا حبيب قلبي، مكرونة حوا، أي نوع مكرونة أنت بتستخدموه. هنعمل مكرونة، هنعمل حمارها كده تحميرة حلوة زي ما انتوا عايزين. كيس تعملوا كيس حسب عدد أفراد الأسرة هتعملوا المكرونة. والله انا عملت الكيس شويه كده اتبقى منه كتير قوي، فيعني الكيس كفايه لو كان عدد الافراد 2 مثلا، الكيس كفايه يكفي ويبقى زي الفل. انا عملت كيس وشويه صغيرين بس طلع كتير قوي معانا، وبس الطعم عسل عسل. اوعى ترموا حاجه يا حباب قلبي حرام. ممكن تاني يوم تسخنوه تعملوا اي جنبيه اي حاجه، شويه بطاطس محمره ولا اي حاجه. ما ترموش اي حاجه عشان ربنا ما يحاسبناش عليها طالما تصلح الاكل. في ناس مش طايله الحاجه ديت، واحنا في نعمه والحمد لله، فلازم نصون النعمه عشان ربنا يدوم علينا نعمه. هنتبل بقى الفراخ، نحط بيضه كده، معايا بيضه كسرتها واحط في البيض، وبعد كده احط في الفيجيتار واشيل في الطبق اللي هناك ده اللي هو وحبايب قلبي ما تنسوش اللايك
ونعمل بقى شويه فراخ حلوين كده، صدور فراخ بانيه جميله جدا، وتطلع معانا مقرمشه وجميله. ولو عندكم معلقتين نشا كمان، انا هنا مش عندي نشا، النشا بيساعد على القرمشه يا حبايب قلبي. معانا معلقه سمنه بلدي مع معلقه نباتي مع شويه زيت في حله كده، وهنولع عليهم، وهنضيف عليهم كيس المكرونه نحمره. تمام يا حبايب قلبي. والناحيه التانيه مولعه على الطاسه عشان نحمر ايه؟ الفراخ. هنحمر البانيه حطيت الكيس المكرونه على السمنه بعد ما ساحت كده، وهنقلبها زي ما انتم شايفين كده تقليبه، وعلى نار هاديه. اهم حاجه تتقلب على نار هاديه، على المكرونه بالذات كده تقلبوها على نار هاديه، تطلع كده كلها سيستم واحد، ما تبقاش واحده محروقه وواحده مش اتحمرت. فنهدي عليها النار تبقى معانا زي العسل. بعد ما طلعنا الفراخ كده يا حبيب قلبي، احنا هنا بنقلب لسه فيها برضه، لسه في فراخ اهيت حمرناها وخليناها زي الفل كده. هنحط مرق الدجاج يا حبيب قلبي، وهنحط ايه شفشق، نص شفشق طماطم، حوالي نص كيلو طماطم. حطيت الكيس المكرونه يعني 4 حبات طماطم كبار، وحطيت مرقتين دجاج. وخلي بالكم لما تيجي تحطوا المرقه ما تحطوش ملح، دوقوا الاول، لو عايزين ملح نحط عشان ما تبقاش حادقه معانا. بصوا بقى شويه مكرونه، شويه مكرونه زي العسل، متطعمه بالمرقه والطماطم بتدي طعم جميل فيها. عملنا شويه سلطه بقى جنبيها. بسم الله ما شاء الله يا حبايبي، ما تنسوش اللايك. بصوا بقى البانيه عسل، بسم الله ما شاء الله، الله اكبر يعني.